ضروري من كل الطلاب يعرفون شلون يسوون خطة لدراستهم، سواء هو كان مدرس بالمعهد أو دارس إلكتروني أو هو قاعد يقرأ على اليوتيوب. هذا الشيء مهم جدا، لأنه بشهر المراجعة أنت لازم تسوي خطتك بنفسك، ما أكو مدرس فوق راسك، فلازم تتعلم شلون تسوي خطة للمنهج حتى تقرأ. أول شيء تحتاج تسويه أنه تعرف معلومات عامة عن المادة نفسها. كم مادة عندك أنت، وكل مادة شنو الوصف مالتها. مثلا العربي قد يكون مزعج، مثلا الرياضيات لا، الرياضيات قد يكون حلو، إلى آخره. الوصف هذا يعتمد حسب سمعة المادة بين الطلاب، هاي واحد. واثنين بحسب أنت إيش قد تحبها، مثلا أنت تحب تدرخ، أنت تحب تحفظ، إلى آخره. فتكتب وصف عام عن المادة. بعدين تكتب أسلوب دراستك. لازم أنت تعرف نفسك قبل ما تعرف المادة، حتى تعرف إذا أنت تحب القواعد، فهنا لازم تركز على الأدب أكثر، لأنه الأدب راح يصير أصعب بالنسبة لك. وإذا أنت تحب الدرخ فلازم تركز على الفهم أكثر، إلى آخره. وراها لازم تنتقل إلى مرحلة أخرى، وهي تحدد كل مادة إيش قد وزنها بالوزاري. كل مادة وزنها بالوزاري 100. يعني الإسلامية حال الفيزياء والرياضيات، ولكن الرياضيات والفيزياء يحتاجون أضعاف الوقت مال الإسلامية. هاي واحد. اثنين، تحتاج تحدد في كل مادة كم فصل بيها، وكل فصل ايش قد وزنه بالوزاري. مثلا الفصل الأول بالرياضيات وزنه يختلف عن الفصل الخامس، أو مثلا الفصل الرابع بالكيمياء يختلف وزنه عن الفصل الثاني أو الفصل السادس، إلى آخره. فتحتاج تعرف إيش قد درجات تقريبا تجي بالوزاري على كل فصل بشكل عام، حتى تعرف إيش قد أهمية الفصل، وهذا الفصل مهم لو هذا الفصل شوي أقل أهمية. وراها تحدد المدرس مالتك، إذا أنت قاعد تقرأ على اليوتيوب أو حتى لو أنت قاعد تقرأ على الالكتروني. اثنين، هذه هي خطة لليوتيوب. فانت تقدر تسأل المدرس مالتك اذا انت مسجل معهد وتقول له الخطة مالتك شنو، هو راح يشرح لك اياها، بس انت ضروري تتابع الفيديو حتى تفتهم شلون سواها. زين. هنا انت عندك فترة. اول شيء الفترة من هذه التاريخ الى هذه التاريخ. هذه الفترة هي نص الفترة، لان احنا عندنا فترة ثانية. ليش نص الفترة؟ لأنه الفترة الطويلة ما راح نقدر نسيطر عليها، فنقسم الأجزاء السادس إلى فترات حتى يصير أسهل. فهاي أول فترة. عندنا هاي الفترة نحسب عدد الأشهر بهاي الفترة، طلع عندنا 6 أشهر. هذه ال6 أشهر إيش قد عدد أيامها؟ راح يطلع تقريبا 180 يوم. بعدين نحكي على موضوع النقطة، أقصد العطلة. هسه نجي راح نحسب إحنا عندنا 180 يوم، إحنا نريد بهاي الأيام، هاي ال6 أشهر نخلص نصف المنهج. اللي هو نصف المنهج بحسب إحنا حسب الوزاري قبل شوية اللي حسبناه. الفصل ايش قد وزنه تقريبا بالرياضيات يطلع اول 3 افصل هن نصف المادة او اكثر من نصف المادة. مثلا النص مال الكيمياء راح يطلع تقريبا 3 افصل، لان الفصل الثامن قليل مثلا، الى اخره. فكل مادة مو النص مالتها هو النص يعني بالنص بالضبط، يعني هنا لا، قد يكون النص مالتها رايح لهنا، وغالبا الفصول الاولى هي تكون وزنها اكبر. فمثلا قررنا احنا نخلص نصف المادة من كل مادة. نصف المادة يحدد بالوزن مالتها بالوزاري. زين. نجي هنا حددنا، مثلا نجي المدرس اللي احنا اختاريناه. هذا المدرس شارح نصف مادة الفيزياء اللي احنا نريدها تقريبا ب100 محاضرة. ها احنا حسبناها، قد تكون 105، قد تكون 90، قد تكون أقل أو أكثر. وإذا أنت ماخذ نصف المنهج أو ماخذ مثلا فصلين فيزياء، تحسب عدد الفصول، عدد المحاضرات الفصلين ايش قد، وتقسمهن على الأشهر اللي أنت عندك إياها، سواء كانت 6، 10، أو كانت شهرين، بغض النظر عن ايش قد الأرقام. راح يطلع لك كم محاضرة تقدر تشوف بالشهر. الرياضيات إذا طلعت نصف المنهج 120 محاضرة، تقسيم 6 يطلع 20 محاضرة بالشهر. الفيزياء 100 راح تطلع تقريبا 16 ونص محاضرة بالشهر. القواعد إذا كانت 50 لنصف المنهج فتكون 8 محاضرات بالشهر. وهكذا لكل مادة. تحسب عدد المحاضرات اللي انت عندك اياها وتقسمها على الفترة اللي انت تريدها، راح يطلع لك عدد المحاضرات بالشهر. زين. بعدين شنو راح تسوي؟ راح تقسم عدد المحاضرات الشهرية على الشهر كامل، وتطلع لك بأسابيع جاهزة تعتمد عليها. شلون يعني؟ يعني احنا اتفقنا انه عندنا 20 محاضرة رياضيات بالشهر. هاي ال20 محاضرة رياضيات انا ايش راح اسويها؟ راح اقسمها او اوزعها على الشهر مالتي. فرجعت راح يصير عندي تقريبا 5 محاضرات بالاسبوع الواحد، والاسبوع ب7 ايام. مثلا القواعد راح يصير عندي محاضرتين بالاسبوع، والى اخره من هذه الاشياء. فهنا راح اطلع بجدول مرتب،
راح اشوف بالسبت هل قد عندي محاضرات، راح يصير عندي 5 محاضرات رياضيات، 4 فيزياء، 2 عربي والى اخره مثلا. وبالتالي راح اطلع بجدول ارتبه للاسبوع القادم فقط، وكل اسبوع راح ارتب لي جدول خاص. طبعا هذا الجدول موجود على موقعنا تجربة دوت كوم، تقدر تعتمد عليه، موجود مجاني، تقدر تتابعه مع متابعة عامة كل الطلاب، موجود إلى إن شاء الله نهاية 2027 السادس. زين، فهسه احنا عرفنا هنا نجي إلى هذا الديزاين التصميم. هذا فشي خاص للطلبة، ممكن يعني يسهل عليهم الموضوع. أول شي المادة تحددها، وتحدد المدرس اللي راح تقرأ، وراح تحدد عدد محاضرات نصف المنهج الأول، تكتبها هنا بحيث تعرف ايش قد عندك محاضرات. تكتب تحدد بداية الفصل الأول وانتهاء الفصل الأول، ايش قد الفترة اللي عندك. راح تحسب عدد الأشهر اللي عندك، عدد الأيام الكلية، كم عطلة تحط. ضروري تحط عطل، يعني تحط أيام مرونة، لأن هذا الجدول راح يتغير. أنت ما راح تكون ثابت على نفس الأيام، أيامك راح تتمرض، راح تتعب، راح يصير عندك ظرف، راح يصير عندك فاتحة، راح يصير عندك مثلا مناسبة. الأيام متغيرة، فضروري تحط عطل لنفسك حتى جدولك لا يخرب. وهنا راح تحسب المجموع النهائي، وراح تحسب المواد مالتك، وتكتب المحاضرات الشهرية. فهذا راح يكون لنصف المنهج الأول، وهذا راح يكون لنصف المنهج الثاني، اللي راح يكون تقريبا بعد نص السنة أو بحسب أنت شو وقت تحب تقرأ. فهنا بهذا الديزاين، إذا أنت رتبت حياتك بهذه الطريقة، رتبت السادس، بالتالي أنت راح تكون تعرف كم محاضرة عندك، وكم محاضرة تقرأ باليوم، وكم محاضرة بالشهر، وش قد تقدمت، وش قد متأخر، وبعد قد تنهي نصف المنهج، وبعد قد عندك بالمادة. فراح تكون ملم بكل التفاصيل إن شاء الله. بعدين إن شاء الله من تقرر تبدي بالسادس وتبدي بأول شهر دراسة إلك، راح يصير عندك شيء أشبه بالشهر مالتك. فراح تجي تحدد الشهر مالتك، تكتب اسم الشهر، وصف الشهر إلى آخره، وراح تنزل عدد المحاضرات اللي عندك على الشهر بالشكل اللي راح تعرف انه هنا انت عندك كم محاضرة فيزياء، كم محاضرة احياء، كم محاضرة اقتصاد، كم محاضرة تاريخ الى اخره. وبعدها ممكن تنزلهن بشكل اسبوعي او تعتمد الجدول الشهري. فاليوم انت عندك ضروري تعرف شلون تسوي خطة المنهج، وضروري شلون تعرف تسوي هاي السوالف، سواء انت كنت طالب يوتيوب الكتروني او معهد، لان بشهر المراجعة ما حد راح يسوي لك خطة لانهاء المنهج ومراجعته، وكذلك بليلة الامتحان. إن شاء الله استفاديت من هذا الفيديو، أتمنى لكم كل التوفيق، ومع السلامة.